السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما اننا داخلين على سنة جديدة وعام دراسي جديد، كل سنة وانتم طيبين. جبت بقى شوية حاجات كده للمدرسة. طبعا ما كنتش بهتم بالحاجات دي، كنت بجيب كده حاجات فرداني. اقول له خد هات لك كراسة، هات لك كراسة انجليزي، كراسة عربي، لان كان اولى وتانية وتالتة مفيش اعمال سنة. طبعا هو ابني رايح رابعة، ادم الوقت رايح رابعة، فعنده بقى طبعا اعمال سنة وامتحانات نص السنة وامتحانات اخر السنة، وهنتمرمط مرمطة ما تقلقوش. انا جبت شويه حاجات، تعالوا بقى ما اوريكم انا جبت ايه. يلا بينا نشوف. بس انا عايزه اقول لكم بصراحه الحاجه نار نار، يعني ربنا يرحمنا برحمته والسنه تعدي على خير ان شاء الله. يلا بينا نصلي على النبي، ومتنسونوش باللايك يا جماعه بالله عليكم. انا جايبه هنا 3 ديسات كشاكيل، حساب وانجليزي وعربي. الانجليزي هنا بقى اهوت انا جايباه فرداني، لانه هو ما كانش عنده يكمل دستة، فكمل لي من كذا نوع زي ما انتم شايفين كده. كلهم كشاكيل 40 ورقة. قلت طبعا ال40 ورقة هو يستعمله كتير، غير ال60 مثلا هيفيد منه، هيبقى كبير عليه. فقلت 40 ورقة كله يبقى مناسب معاه وحلو، ويروح منه الدروس والمدرسة برضو ينفعوا الاتنين مع بعض. الدستة من دي يا جماعة عاملة 65 جنيه، فيها 15 كشكول حلوين جدا. شوفوا انتوا بتجيبوا الكشكول لوحده فرداني بكام، فده توفر لك كتير. وجبت هنا دستة اقلام، 12 قلم. القلم ده على فكرة نوع نضيف جدا، نوع حلو مش وحش اهوت، اسمه روتو. القلم ده لوحده بفردان بيتباع ب4 جنيه، انا جايباه يعني الدستة على بعضها ب30 جنيه. انا جبتها مشكلة، جبت 2 احمر عشان لو راح الدرس والاستاذ عايز يكتب له حاجة او يصحح له، و3 اسمر، والباقي كله جبته جاف زي ما انتم شايفينه كده. جبت هنا بقى كراستين رسم، ونسيت اجيب له الالوان. بعد ما جيت بقى هنا قال لي يا ماما انت ما جبتيش ايه علبه الالوان، قلت له ان شاء الله يا ده ما هجيبها لك. بصراحه يعني الفلوس ما كفتش معانا، انا جبت له الحاجه على قد الفلوس، ما كنتش متوقعه ان الاقي الحاجه غاليه كده بصراحه. يعني حتى كنت رايحه اجيب له شنطه ما جبتهاش، يعني حاليا دلوقتي ما جبتهاش، بس ان شاء الله ربنا يفكها واجيبها له زي ما انتم شايفينها كده. شويه الحاجات دول همت، انا عايزه اقول لكم ان هم معدين بتهيألي 150 جنيه. يلا بينا نشوف جبت ايه تاني. هنا بقى انا جبت هنا، البيت طلب مني كان عنده لانش بوكس فاتكسر. لو بيحافظ على حاجته ما كنتش انا غرمت نفسي التغرمه دي. طلب زمزميه، طبعا كنت بديله ازازه عاديه. قال لي بقى يا ماما انا عايز زمزميه، انا كبرت بقى. قلت له اه طبعا، بقيت راجل رايح رابعه ما شاء الله ربنا يحميك، عايز بقى زيه زي زمايله. فجبت له بقى، كنت هجيب له الازازه لون وده لون، قلت له انا اجيب له طقم على بعضه مش خساره فيك يا ادم. الطقم ده عامل 55 جنيه في مكتبه عندنا في البلد يا جماعه، زي ما انتم شايفينها كده، 55 جنيه. قلنا بقى لازم ندلعه. اه، هو طبعا بيحب الحاجات اللي زي دي كده. اللانش بوكس ده مش متقسم، فهو ما بيحبش ياخد حاجه معاه اكتر من السندوتشات، ما بياخدش. فقلت ده مناسب حلو للسندوتشات ولونه حلو وجميل. طبعا بقى يعني هجيب له لانش بوكس واسيب الاستاذ ياسو الدلاع بتاعنا. طبعا جبت له هو كمان لانش بوكس. ايه ده، طلع بناتي على رسمه بناتها، بس عادي تمشي دي ودي. جبت له بقى لانش بوكس، بس جايبه له متقسم علشان بقى طبعا ياسين مش في مدرسه، يعني تفكر له هو في مدرسه مش في مدرسه، بس كمني بروح بياسين المستشفى كتير والمستشفيات يعني وكده. ف بحتاج بقى انا اخد له معايا مثلا بطاطس، بطاطا، عنب، اخد له مثلا سندوتشات زي اخوه. فجبت له بقى اللانش بوكس اللي هو الايه اللي متقسم. تعالوا نفتحه مع بعض ونشوفه. قلت برضو مش خساره فيه اهوت، شلته من الكيسه وفتحته. دوت الشوكه والمعلقه، طبعا مش هنستعملهم في حاجه، يعني ما باخدش المعلقه دي معايا، ساعات باخدها ساعات ما باخدهاش فيها. باخد له معلقه من عندي. دي مثلا ممكن احط فيها عنب، هو بيحب العنب جدا. موزه يقطعها له، تفاحيه، هو بيحب الحاجات ديت. اخد له انا مثلا، ممكن مثلا لو انا رايحه مكان مثلا، خارجه في مكان، احط له مثلا شويه رز وهنا حاجه، يعني بينفع. جبت له انا المتقسم ده عشان احط له فيه حاجات كتير، لان ياسين في حاجات بيحبها وحاجات ما بيحبهاش. وتحت هنا بقى طبعا لو في سندوتشات هحط له تحت سندوتشات، واحط له فوق بقى هنا ايه، في تفاح، موزه،
كلام من دوت. فانا بصراحة جبته عشان ياسين. قلت حتى حجمه صغير وانا رايحة المستشفى، يعني هيبقى صغير، اخده في كيسة كده مش هياخد لي مكان، مع ازازة مية طبعا. نستجيب له ازازة والله، بس هو فينا لا ازايز هنا صغيرة، لانه طبعا هو بيشربش مية كتير قد كده اهوت. في ايه تاني في الشنطة؟ دي بقى ابو ادم شبط فيها. جبت له كاب، قال لي يعني انت هتجيب لهم؟ جبت لياسو لانش بوكس، وجبت لادم برضو لانش بوكس، وانا ما جبتليش حاجه. قلت له والله ما تغلى عليك يا ابو ادم، جايبين الكاب ده يا جماعه عامل 40 جنيه. جبنا له الكاب اهوت عامل 40 جنيه، مش خساره فيه. يلا. إيه، ودول شويه الحاجات اللي احنا جبناهم. طبعا لسه هنجيب له حاجات تانية، بس بصراحه يعني الفلوس ما كفتش معايا. حتى انا كنت رايحه عامله حسابي اللي انا اجيب له شنطه واجيب له الحاجات ديت، اقسم بالله ما كنتش اعرف ولا اتوقع ان الحاجه تبقى غاليه كده. يعني لسه ما جبتلوش شنطه، وعنده شنطه قديمه بس هو عايز شنطه جديده، لان اللي عنده بصراحه يعني ايه، يعني مش قد كده. فان شاء الله ربنا يفكها واجيب له واحده جديده ان شاء الله. ولو احتجت له بقى مقلمه جبت له بقى مقلمه. المقلمه يا جماعه، عايزه اقول لكم المقالم والحاجات غاليه جدا، والله العظيم اقسم بالله حاجه غاليه جدا جدا جدا. فانا جبت له الاساسيات والحاجات اللي هو محتاجها. وان شاء الله بس محتاج الشنطه، بس ان شاء الله ربنا يفكها كده مع طقم المدرسه ان شاء الله. ويا رب يكون الفيديو لطيف خفيف كده على قلوبكم. وان شاء الله لما اجيب له حاجه تاني ان شاء الله اوريها لكم واصورها لكم في جزء تاني ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.